اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من محسوبه صح مع خالد يونس. والحلقه النهارده جديده وفيها تشالنج. التحدي اللي احنا هنعمله النهارده، احنا بنتكلم في بنوك، بنتكلم في قطاع مالي، في بنوك وتامين وبورصه وحاجات كتيره قوي. وبصراحه في ناس كتير بتبقى المشكله بتاعتهم او بتاعتنا احنا ان احنا ساعات ما بنحاولش نخلي الموضوع اسهل شويه. ساعات بيبقى مش هقول بصراحه، ساعات معظم المشكله بتبقى عندنا احنا ان احنا نحاول نبسط المفاهيم بتاعت كل ما هو مالي، اللي هو ساعات بيبقى شويه مش سهل الهضم. وده جزء من رسالتنا في محسوبه صح. الصحه الماليه تبتدي ان احنا نفهم كل ما هو البانكينج بيقدمه او القطاع الغير مصرفي بيقدمه او القطاع المالي عموما بيقدمه، فنبقى فاهمينه كويس لما نيجي ناخد اي قرار يخص فلوسنا. فعملنا ايه بقى؟ قلنا نعمل حاجه جديده. احنا عايزين نتشالنج نفسنا، واحتمال على فكره نكسب او ننجح او نفشل النهارده، فاحنا هنشوف النتيجه. ففكرنا وقلنا احنا في بعض الحاجات اللي هي زي حاجات ممكن تبقى ليها علاقه بالبانكينج او الادوات البنكيه او البورصه او التامين، نقول والله اوكي ازاي نبسطها وعشان نختبر نفسنا. فانا استضفت صديقي امير. اهلا وسهلا يا امير. امير 14 سنه. والتحدي النهارده يا امير ان انا هقول حاجه او اشرح حاجه، وان احنا تقول لي اللي انت فهمته اذا كان ده بسلاسه والدنيا بسيطه، فخلاص احنا كده نعرف ان احنا ممكن نبسط ما هو معقد او الناس تعتقد ان هو معقد ومش سهل ليه يبقى سهل. متفق على التشالنج ده؟ تمام. فيعني الله يخليك ما تخلينيش افشل، اوكي؟ عشان انا جاي انجح. بس لو انت حصل اي حاجه ما تجاملنيش، انا ما عنديش مشكله، انا متقبل وهبقى احسن، هبقى اشطر في المرات اللي جايه. ماشي. فهنبتدي بقى اول حاجه على موضوع اصعبهم اللي هو التامين. لا، ناس كتير قوي ما تعرفش يعني موضوع التامين ده قوي الا لو اللي اتعرضوا له، يعني حد شرح لحد. فاحنا في بعض الناس كمان بتبقى مش فاهماه قوي، يعني تبقى اسئله اللي هو طب ازاي ادفع قسط قليل واخد ده كله. وطبعا احنا كمان الافلام الكوميديه من ايام اسماعيل ياسين برضو ساهمت بشكل كبير قوي في مفاهيم طبعا مش احسن حاجه. ففي فكر مغلوط في الحته دي. فانا هبتدي النهارده على التامين على الحياه، يعني اللي هو سهل جدا ان شاء الله. انت عندك اي فكره يا امين؟ يا امير سوري، انا ابتديت اقلق من ان انا افشل فهتلاقيني اغلط شويه. امير، عندك فكره عن تامين الحياه ده؟ يعني ايه التامين على الحياه ده؟ انا ما اعرفش بس هقول اي هبد يعني. هتقول اي هبد؟ طب قول اي هبد، يلا اوكي. ان انا مثلا ادفع مبلغ لشركة التأمين ديت، ايوه. وشركة التأمين بتتفق على مثلا اي مستشفى او بتاع تديها مبلغ اه عشان لما انا اجي مثلا اتعالج او اخد دواء بتاع اخده بتمن اقل، يعني بدل ما ادفع فول برايس. والله هي هبده، بس هبده تميل الى الحقيقه. طب ما انا جاي اعمل ايه النهارده ما دام انت عارف؟ طيب خلينا نتكلم على تامين الحياه، مش تامين الطب الاول. انت بتقوله ده تامين طبي، اوكي؟ انا بتكلم على تامين الحياه اللي هو حد يامن هيموت او يحصل له عجز. تعرف عنه اي حاجه لا. ده خالص؟ ولا هبده حتى؟ ما عندكش اي هبده ولا ليها هبد. دي؟ طيب ده كده هيديني مساحه حلوه ان شاء الله. طب الاتفاق اللي انا هشرحه هسالك فيه، ماشي. اذا قلته لي بان انت فهمته هتقول لي فهمته. طيب خلينا قبل ما اخش التامين على الحياه او ازاي التامين بيشتغل، هنسال اول هو ليه اصلا الناس تعمل تامين على الحياه؟ انت عندك خلفيه ليه الناس ممكن تروح تعمل؟ يعني ليه مهم وخلينا نحط تحت مهم 100 خط. ليه الناس تعمل تامين على الحياه؟ عندك فكره؟ ما عنديش اي حلو، فكرة. هنبتدي بيها دي، ايه رايك؟ وبعد كده نشوف التامين بيشتغل ازاي. بص يا صديقي امير، التامين على الحياه بمنتهى البساطه الناس بتحتاجه لما تكون، يعني دايما بقول للناس كده، هو ساعات ناس تقول لك هو غلط ان احنا نقول تامين على الحياه، هو اسمه التامين لما بعد الوفاه او ما بعد العكس. ده يقول لك ده ادق شويه، لان التامين على الحياه كده كده هنموت. طيب اول حاجه مين اللي محتاجه؟ اللي محتاجه هو كل من يعول، المفروض يعني في الاغلب يعني في حد مسؤول منه، سواء مسؤول منه على اكل وشرب وتعليم وجواز والحاجات دي كلها، وهو في فترة إنتاج، يعني هو بيشتغل الفترة دي شاب متجوز ومخلف لسه وبتاع، والفترة دي لسه الولاد بيكبروا وبتاع، لحد ما يوصل إن يطمن أو يطمئن أو من يعولهم إلى حد كبير ما بقوش في خطر كبير إذا هو ما بقاش الدخل بتاعه ده موجود. حلو كده؟
انت فهمت اي حاجه من اللي انا قلتها؟ شوية. طب ما تقول اي هبد اللي انا قلته كده، قول كده اللي انا قلته يعني. يعني أنا يعني مين اللي محتاج تامين على الحياه؟ اللي لسه متجوزين ويعني لسه بيشتغلوا ولسه في سن يعني منتج. ايوه، وعندهم ايه؟ ليه ما مش كل المتجوزين عندهم عندهم عيال لسه بيكبروا. عندهم حد مسؤولين منهم. الله ماشي. عليك، عندهم عيال لسه بيكبروا. بالظبط كده يا امين. يبقى ايه ده؟ هنا ممكن يكون في خطر لو الراجل ده او العيله دي دخلهم، او خليني بقى اتكلم عشان انا مراهن ان انا ابسط الموضوع، فانا هبسط قوي. حياتهم كده، اكلهم وشربهم والاكل اللي كنت هقول حاجات، الاكل اللي بنفطر والحاجات دي، هم طول ما هم بيشتغلوا بابا موجود او ماما موجوده ايا يعني كان اللي هو بيعول تمام. لو هم ما بقوش موجودين بقى في خطر ان احنا نكمل ايه، الاسره دي تكمل بنفس المستوى. ماشي كده، متفقين؟ ماشي. اذا الوفاء والعجز مش بالضروره في وقت ما تبقاش خطر. يعني ايه بقى بعد ما عرفنا كده؟ يعني امتى ما تبقاش الوفاء والعجز خطر يستدعي ان انا امن؟ امتى بقى؟ بعد ما قلنا المثل الاولاني، واحد كبير بقى، يعني خلاص ولادي كبروا واتجوزوا وبتاع والحاجات دي كلها، وانا تقريبا عندي اللي مكفينا انا ومراتي لحد ما يعني ربنا يعني يقدر، خلاص ما فيش ريسك يعني. مظبوط كده؟ مش الولاد اتجوزوا بقى هم عندهم دخل هم كمان والدنيا بقت زي الفل، او انا لسه اصلا شاب صغير ولسه بابا وماما بيصرفوا عليا، ايه الريسك؟ لا بالعكس، ده هم هيبقى الريسك لو يعني هم هيزعلوا قوي لو انا مش موجود طبعا، لا قدر ربنا يحفظنا كلنا. فاذا هو الوقت بتاع التأمين مهم، وقت انا منتج وفي حد مسؤول عني. سهله يا امين؟ فهمت دي؟ والنبي يعني ده بالنسبه لك سهله ولا بتجاملني؟ لا يعني انا نجحت في اول حاجه، يعني معايا 1-0 او مش 1-0، معايا كده درجه تمام علامه. طيب اذا ده اللي هو الناس تعمل تأمين عشان لو حصل حاجه في الوقت الخطر ده، اللي هو مش خطر، وقت في ناس يبقى فيه خطوره ان انا مش دخلي مش موجود وانا بجيب دخلي بشغلي، فالناس دي مش هتبقى عايشه بنفس الطريقه دي، وممكن يبقى الحياه بالنسبه لهم صعبه. ده رقم واحد. هيروح يعمل ايه الراجل ده؟ هيلاقي اختراع اسمه تأمين. ايه ازاي بيشتغل التأمين؟ العادي جدا هيقول والله انا عايز عشان الناس تحسب التأمين بشكل كويس في كذا طريقه. يقول له والله انا عندي باخد تقريبا دخلي قد كده، فانا ممكن 10 سنين من الدخل ده، من 5 ل 10 سنين مثلا، كافي جدا لو حصل اي حاجه هم يقدروا يا اما يتحط مثلا في بنك يطلع فوائد يعيشوا بيها، او ياخدوا المبلغ ده هم يقدروا يكملوا بيه لحد الاخر. كده تمام؟ يبقى حسبه سهله. انا لو باخد مثلا كده، تعال نطبق كده، معناه كده لو انا دخلي بصرف على اولادي وعيالي 100,000 جنيه في السنه، ده مثال يعني. اذا ممكن حسبه بسيطه كده اقول والله اوكي، كام ممكن لو حصل حاجه يكفيهم؟ نقول مثلا لو في 10 يبقى كام؟ مليون مثلا. اوكي، فالمليون دول ممكن يطلعوا بمعدل فائده 10% 100,000 جنيه في السنه، فهم يقدروا يعيشوا ويكملوا، او المليون جنيه ياخدوا منه في الاول في الاخر. فده هيقلل شويه الصدمه، اللي عارف انت الخساره بيسموها الخساره الماديه التي تحدث نتيجه انقطاع الدخل نتيجه الوفاه. انا ما ببسطش اي حاجه، انا بعقد الامور، ولا انا سهله اللي انا بقوله؟ لا سهله. فاذا انا بعمل ايه؟ اللي بيروح يعمل تأمين ده بيقلل الخساره الماديه اللي هتحصل لاسرته. وقلنا الحسبه بتاعتها جميل. يبقى هو هيروح ياخد بوليس التأمين بسايب بمليون جنيه، او ايا كان دخله ب2 مليون، ب500,000، ب100,000، ايا كان. كده عرفنا الموضوع سهل. ده والقسط بتاعها ده هيبقى بسيط قوي، يعني بالمقارنه بالمبالغ دي بتلاقي القسط يعني لسنين معينه او المعظم سهله قوي. يعني ممكن تلاقي الناس بتدفع 200-300 جنيه في الشهر تاخد مبالغ زي دي او اكتر منها شويه. جميل. طبعا انا بقول تقريبي، ده مش بوليس تاني. يبقى هو بحاجه بسيطه جدا يقدر يحمي ايه الشخص؟ ايه؟ اسرته. يبقى بحاجه بسيطه جدا يقدر يحمي ايه؟ أسرته. لحد كده امير كله تمام؟ طيب نخش للجزء الصعب بقى اللي هنختبر بعض فيه. ماشي. في بقى واحد يجي يقول لك ازاي يا جدعان الكلام؟ هو في حاجه كده؟ يعني انا اروح ادفع لشركه تأمين مثلا قسط شهري 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 300 جنيه، وتيجي في الاخر لو حصل لي اي حاجه بكره الصبح شركه التأمين تدفع لاسرتي مليون ولا 3 ولا 4؟ انت مصدق الكلام ده؟ في كلام كده مش واقعي قوي يعني. مش واقعي. مش واقعي. تمام. انت هتخرب بيتنا ليه يا امير؟ هو بقى ده واقعي، بس احنا هنشرح للناس ليه واقعي، ازاي شركات التأمين ده العلم ده بيشتغل. ماشي. طيب امير، انا بقى هيبقى اول وقفه هنا، انا هسكت بقى خالص. هتقول لي بقى ايه اللي انت فهمته، سواء الناس مين اللي تشتري تأمين،
الكونسبتس كلها او المفاهيم كلها اللي انا قلتها في الاول، اذا كانت هتثبت لي الوقت اذا كنت انا اللي قلته بسيط ولا انا محتاج اروح اذاكر تاني وارجع تاني. اتفضل بقى يا استاذ امير. ماشي، مبدئيا كده الناس اللي بتشتري التأمين ده بتكون لسه متجوزين وعيالها بتكبر، ويعني في حد ياخد اللي هيحصل من التأمين يعني، حد هيتاثر، أو حد هيتاثر لو هم ما بالتأمين. بقوش موجودين بالدخل بتاعهم. تمام كده، انا مبسوط. تمام. ده بالنسبة للناس مم. اللي بتعمل التأمين. التأمين نفسه بقى إن هو مثلا بيكون فيه دخل في الشهر، وبعدها يشتري قسط شهري، ان العميل بيدفع قسط سواء شهري او سنوي او نص سنه. يدفع القسط ده. اللي هو بسيط. افتكر. أيوه. ماشي، علشان مثلا لما يتوفى يعني بعد 10 سنين، سواء هو هيشتري بقى أيا كان المدة، كل شهر ياخد، كل سنة قصدي، ياخد المبلغ اللي هو حطه في كل سنة، سواء هو مثلا بيصرف 100,000 على عيلته كل سنة، فياخد مثلا 100,000 يديك على كل سنة، بس لازم اللي توفى ده يكون دافع التأمين. طب انا محتاج ارجع اذاكر حته تاني. ده تمام، اوكي. عندنا حاجه حلوه وعندنا حاجه حلوه تاني. يبقى انا عندي التشالنج ان انا الاول التشالنج، انت كده على فكره احنا واحد يعني، انا واحد كنت كويس، واحد تاني انت كنت كويس بس انا ما كنتش كويس. اوكي، فانا هنسميها واحد. احنا قلنا ان لما بنيجي تشتري تأمين بتدفع رقم بسيط وبتاخد مبلغ كبير. المبلغ الكبير ده كل واحد بيحسبه، يمكن انا اللي لخبطتك. فانا قلت ايه، الناس بتحسبها بتشوف تاخد كام في السنه تضربها في 10، فيبقى هو ده المبلغ اللي اشتروه. لما تحصل فيها ياخدوه مره واحده. اوكي، في بوليس ممكن تديها سنوي بس في الغالب الاعم انا لو مليون هاخد المليون مره واحده. مش انا طبعا، لو انا عامل لاسرتي يبقى اسرتي تاخد المليون مره واحده، او ال2 مليون او ال10 او ال100,000 ايا كان مبلغ الحمايه. اسمه بنسميه ده المبلغ اللي هو الحمايه يعني أوكي؟ مش على اقساط. الفكره كلها ان احنا قلنا ايه، في كذا طريقه تحسب بيها بقى اللي انا عايزه تامين قد ايه. ففاكر انت الراجل اللي هو المتجوز ده اللي عايز لما راح يشتغل قال لك طب اوكي يعني انا احسبها ازاي؟ فقلنا له حاجه بسيطه، يا اما تشوف انت بتاخد كام اضربه في 10. ده في الاغلب العام، وده مش ادق حاجه. ادق حاجه ان انت تقعد تحسب انا اولادي عندهم كام سنه في مدارس قد ايه وبيدفع لهم قد ايه، واقعد احسب تقريبا هيصرفوا في خلال لحد ما يكبروا ويخرجوا الجامعه والحاجات دي، ونقول 10 15 سنه قد ايه، فيطلع هو برقم حاسبه هو. وراعي بقى برضو ان الدنيا بتغلى والبتاع، فراعي ان المدرسه دلوقتي هتبقى قسطها غير بعد 10 سنين، والجامعه دلوقتي غير بعد يعني العمليه دي معقده شويه بس دي ادق. او بقول لك ايه، انا دلوقتي هخش شوف دخل قد ايه اضربه في 10، في الاغلب ده هيكون اقرب للصح. كده الدنيا وضحت. ده قاعد لي بقى قول لي انت فهمت ايه. ماشي، يعني هو بيدفع مبلغ بسيط، ايوه، وبعدها عشان لما يتوفى ايوه، ولاده ياخدوا المبلغ كل مرة واحدة، الله عليك. ويقدروا يعيشوا بيه بقى أيام كان انا سقف لنفسي ولا سقف لك ولا اعمل ايه؟ 100 100 تمام. طب احنا كده عرفنا مين اللي يشتري تأمين ومين وازاي كمان يحسبه، او ان هو بيبقى مبالغ بسيطه قصاد مبالغ كبيره وملهاش علاقه انا دفعت قد ايه. وانس ان انا دفعت، او مجرد ان انا اشتركت سواء دفعت شهري او سنوي ايا كان، الشركه التأمين ملزمه ان هي تدفع لي على طول قسط مبلغ الحمايه المتفق عليه للاسره، وما بقاش فيه اي التزامات على اي حد خالص. حلو قوي. رحت انا بقى سالتك سؤال لو تفتكر، قلت لي الموضوع مش واقعي شويه. فاكر انت السؤال الاجابه دي؟ طيب، هو ازاي شركه تامين تدفع مبلغ كبير قوي في قصاد ممكن قسط او قسطين او مبالغ قليله قوي؟ ازاي ده بيحصل؟ شركه التامين هي بتدير بالنيابه عن مجموعه كبيره جدا بنسميهم احنا اللي هم الحامل الوثائق، بتدير بالنيابه عنهم اللي بنسميها احنا الخطر. يعني ايه؟ يعني في حاجه اسمها في التامين ده اتبنى على حاجه اسمها ويا رب الموضوع ده يبقى سهل، علوم اكتواريه. ان شاء الله ممكن تبقى انت لما علوم تخش إيه؟ اكتواريه. حلو السؤال، يعني اكتواريه. انت عارف كده حاجه زي اللي يعرفوا احصاء كده، يعني شبيهه بيها بس هي معقده طبعا وادفانسد قوي عن العلوم. ايه العلوم الاكتواريه دي؟ العلوم الاكتواريه دي بتبقى في المجمل البسيط، عشان انا ناوي نبسط مش بشرحها بالشكل العلمي المصطلح، ان هي تقدر بناء على الماضي
بتدرس عدد الناس الوفيات وحاجة اسمها جداول حياة ووفاة واحتماليات الحوادث واحتماليات الأمراض والحاجات دي كلها عند في سن معين. واحد عنده بقاله قد كده احتمالية الوفاة دي بيسموها جداول حياة ووفاة. يقدروا هم يدرسوا إن لو أنا عندي 100 واحد اشتركوا أو 1000 واحد اشتركوا نقدر نتنبأ بشكل قريب للدقة ان انا اعرف كام واحد هيموت، بس لما يكون العدد كبير. يعني انا على الفرد الواحد ما اقدرش، بس ده بيسموه حتى في الاحصاء قانون الاعداد الكبير. كل ما الاعداد الكبيره زادت اقدر اتوقع بشكل افضل. فبالتالي اللي جه اشترك لي ده، فاكر الراجل متجوز ده اللي جه اشترك لي، هو في زيه الافات. فطالما في زيه الافات مستحيل او في الاغلب العام كلهم يحصل لهم ايه؟ نفس الحاجه في نفس الوقت. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. يبقى انا لو انا مثلا نطلع شويه من تامين على الحياه لتامين مثلا على العربيات. انت بامن على العربيات مستحيل تحصل نفس الحاجه في نفس الوقت الا في حاله واحده، وشركات التامين تلاقيها دايما ما تغطيهاش. ايه هي؟ كوارث الطبيعيه. لان الكوارث الطبيعيه انا ما اقدرش، دي في الحاله دي ممكن كل الناس او كل الحاجات كل الاسيتس تحصل لهم نفس الحاجه في نفس الوقت، فبالتالي بيستثنوها unless ان في بعض الوثائق، بس ده مش موضوعنا عشان ما اعقدش الامور. اذا لما نيجي نعمل تامين الحياه او الشركات التامين بتعمل تامين على الحياه، هي بتبقى عارفه بناء على الاعداد الكبيره مش كل الناس هتحصل لهم نفس الحاجه في نفس الوقت، وبالتالي ايه اللي بيحصل؟ الكل يدفع للبعض. وانا بعمل ايه on behalf of them؟ هم ما يعرفوش بعض. يبقى انا بعمل ايه؟ انا بحاول ابسط الموضوع. اروح انا انت ما حدش يعرف خالد وما حدش يعرف ابراهيم وما حدش يعرف اسماعيل، اروح انا بالمبالغ الصغيره دي تقدر اخد انا كشركه تامين مصاريف اداريه عن انا بدير ده كله. بيبقى محسوب جدا، اللي بيسعر اللي هو الاكتواري ده، اللي هو بيقدر يقول لك فلان الفلاني في السن الفلاني يدفع كذا وفلان الفلاني في السن الفلاني يدفع كذا، وبناء عليه عنده احتمالات معينه معروف ان انا جمعت الملايين دي او الفلوس دي انا هدفع منها قد كده لفلان والفلان والفلان. ده اسمه علم اكتواري اللي بيقدر يتنبأ بان لما يكون العدد الكبير انا كشركه تامين ما بقاش عندي مشكله خالص. واحد دفع 500 جنيه في الشهر خد 2 مليون 3 مليون او مليون او 500 ده ماتر او مش مهم، لان في الاغلب انا عارف ده بقى واقعي بقى هنا، ده واقعي لان انا عارف اللي دفع الكل دفع للي حصل لهم للبعض اللي حصل لهم الخطر. قول لي انت، يا رب اكون فهمت يعني فهمت الى حد ما. دي الحته دي معقده شويه، بس دي لو عدينا منها خلاص انت كده بقيت خبير تامين فظيع. قول لي بقى. كانت اسمها ايه بس خبير اكتواري او العلوم الاكتواريه او ماشي. العلوم ازاي التامين بيشتغل. يلا نبتدي. ماشي. فمثلا بتاع الحياه ده الاكتواري، فهم بيعملوا العلم ده، هم بيشوفوا الناس دي مثلا ممكن تموت ازاي وامتى وكده، بس على عدد كبير، بس ما ينفعش على عدد صغير او شخص واحد. فهم مثلا الواحد لو هيموت مثلا هيتوفى بعد 80-90 سنة، هم هيشوفوا هو يعني هيقدر يدفع قد ايه عشان يحسبوا المبلغ اللي هم هيصرفوه عشان لما ياخد المبلغ الكبير. يعني انا هعتبر ان انا نجحت، يعني مش هقدر اقول لك بصراحه نجحت، بس خلينا اصححها تاني او اوضحها لان انت قلتها صح، بس عشان اوضحها. هي بيجي يقول لك انا دلوقتي اشتركت عندي 40 سنه، او واحد تاني عنده 35 واحد عنده 50، هو عنده جداول بتحدد بس بالسن ده السعر. لان انا ممكن اكون عايز اشتري مثلا من مليون جنيه في حاله الوفاه، فانا ادفع لو انا عندي 35 وما عنديش حاجه اقل من اللي عنده 50. مظبوط. ولو انا عندي 35 وما عنديش حاجه هيدفع اقل من اللي عنده 35 وعنده مثلا ضغط وسكر او دورات. فهو ده اللي بيحط السعر. والخبير الاكتواري ده او العلم الاكتواري ده بناء على الارقام اللي باخدها دي بيبقى عارف ان احتمالات ان شركه تامين بتسعر صح، وبالتالي عمرها ما يبقى عندها مشكله ان هي تدفع اي مطالبه في اي وقت لاي حد، عشان الناس كلها ما بيحصل لهاش الحدث كله يعني هو مره واحده، أو ما يحصلش في نفس الوقت. مظبوط. يعني طب هو اللي بيتوفى، يعني اللي هيتوفى اسرع هو اللي بيدفع اكتر؟ هو اللي يعني هيتوفى اسرع كده. اللي عنده 50 سنه هيدفع اكتر من 35 عشان صح. هو هيموت قريب يعني.
يعني هي سؤال مهم، بس هي مش مساله اسرع واقل، لان خليني اقول لك هو منطقيا انا سن كبير، فانا ريسكي عالي، لان انا بقى عندي 50 او عندي 60. فاكيد احتماليات الوفاة بتاع الاكتواري اللي عنده الجداول اكيد اعلى من واحد عنده 25 سنة. هل ده اسمها احتماليات ملاش علاقة، احنا ما بندخلش شركات تأمين مين يموت ومين يعيش، احنا بنتكلم على نسبة هو انا هقدر ادفع الكليم بتاعتي او المطالبات بتاعتي بشكل جيد في اي وقت ولا لا. انما ده ممكن ما هو عنده 35 سنة يموت بحادث، ما في احتمالات برضه وفاة بحوادث، مظبوط. بس هم عشان العلم ده معقد شوية، احنا بس عايزين نفسر لك ان الموضوع او للناس ان الموضوع مش عشوائي. يعني هي الموضوع مش شركة ايه ما تدفع لي كذا وانا اوعدك بكذا، لا ده علم محسوب بالملي، محسوب بالسن، محسوب بالسعر، محسوب بالحالة الصحية. ده في غاية الأهمية. فشركة تأمين مش قضيتها قوي. بس ردا على سؤالك عشان تبقى الأمور واضحة، أكيد سن الأعلى ريسكو أعلى، فلما يجي يشترك في التأمين بنفس المبلغ اللي هيشترك فيه واحد عنده صغير هيدفع أكتر، يعني بشكل واضح وبشكل جذري يعني. وبالمناسبة عشان أكمل، في انواع من البوالص انك لما بتيجي تشترك فيها القسط بتاعك وانت سنك صغير بيفرق، بتدفع اكتر طول ما انت ماشي في السن، فانت قسطك بيزيد وهو سنك زياده. ده نوع من البوالص. في بوالص بتبقى سعرها كله ثابت، بس في الاخر الاكتواري هو اللي بيحدد السعر. والاهم لينا كلنا نخرج من الموضوع ده ايه؟ ان شركه التامين هي عارفه وعندها توقعات شبه دقيقه اللي هتدفعه ايه لمين والحاجات دي كلها. تقول لي كده بس عشان اطمن ان كده تمام الدنيا واضحه. ماشي. تقول لي اخر حاجه بس اللي انت فهمته، اللي هم الشركات التأمين بيعرفوا يحسبوا بالظبط المدة اللي يعني تعيشها والريسك بتاع الحوادث. ومثلا لو واحد عنده 35 سنة يعني ما عنده ريسك، يعني ممكن يموت بحادثة، بس اللي عنده 50 سنة ممكن يموت بحادثة، ممكن يموت اولد ايج، فده اللي عنده ريسك اكتر فيدفع اكتر. مظبوط. بس ما تقولش 50، يعني 70 صغير دلوقتي و80، عشان في ناس كتير هنا عندها 50 سنه. بقول ده مثلا مش اولد ايج ولا حاجه، ده شباب زي الفل. طيب ناخد حاجه تاني. يا ترى ده كفايه ان شركه التامين تبقى مطمئنين والعملاء كمان مطمئنين والدنيا تمام؟ برضه انا لسه بدفع مبالغ صغيره ومهما كانت الاعداد الكبيره. شركه التامين بتعمل ايه، او شركات التامين كلها بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها تامن هي كمان. تروح شركة التأمين تروح تأمن عند شركة تأمين. شركة التأمين اللي بتأمن عندها شركة التأمين بيسموها شركة ايه؟ إعادة تأمين. فدي شركات إعادة التأمين ما بتأمنش على الأشخاص، بتأمن على شركات التأمين. حلو كده؟ شفتوا بقى الأمان بقى واصل للناس ازاي؟ فأنا كمان فلوسك أو اللي انت بتدفعه إن المطالبة اطمن، لأن أنا كشركة تأمين بروح أأمن عند شركة تانية. بيأمنوا ازاي عند شركة تانية بقى؟ باخد انا قسط الراجل اللي عايز يتجوز ده، اللي عايز يربي عياله واللي خايف عليهم، بيدفع، ناخد اي مثال، 1000 جنيه عشان ياخد مثلا 100,000 او ياخد مليون ايا كان الرقم. انا كشركة تأمين اروح واخد جزء من القسط ده اديه لشركة اعادة التأمين واقول لها اشتركي معايا في ايه؟ في الخطر، عشان لما تحصل مطالبة انا ما ادفعش كل المطالبة من عندي، وكمان انا هديكي كمان مش هاخد كل القسط، هديكي جزء من القسط يوافي اللي انت الخطر اللي انت هتشيليه. فلما يجي انا اروح لشركه تامين اقول لها ايه بقى؟ انا خدت 1000 جنيه، هاخد انا بدي مثال، هاخد انا منها 500 والراجل ده متامن عليه 100,000. لو حصل المطالبه انا هدفع 50 وهديك انت 500 عشان ما يدفع المطالبه انت كمان تدفع 50، فيبقى احنا ايه بيسموها كسرنا الخطر. سهله دي، تالي دي سهل. يبقى شفت شركات تامين بتعمل ايه؟ بتروح تعيد التامين بان هي تاخد جزء من القسط تديه لايه؟ شركة تأمين. قولها لي بقى ازاي، اشرحها لي ازاي شركة تأمين بتأمن على نفسها. شركة التأمين يعني بتروح لشركة تانية تأمن على نفسها. مثلا بتاخد 1000 جنيه من الراجل اللي عايز يأمن، وبعدها بتدي للشركة اللي هي بتأمن عندها نفسها شوية، فبيعملوا تكسير للخطر. يعني اخد مثلا 1000، اخد جزء من القسط اديه في مقابل جزء من الحماية اللي هتشيلها. فلو حصلت المطالبة والراجل حصل له حاجة او الست ايا كان، يبقى انا اللي هدفع لوحدي ولا في شركة تانية تدفع معايا؟ شركة تانية يبقى كده انت فهمت بقى الليلة ازاي ماشية ازاي. مش عايز بقى اطول عشان ما نقعدش لحد بكرة. ان شركة اعادة تأمين كمان بتروح هي كمان بتعيد التأمين في شركات تأمين، بيعملوا حاجة اسمها شيرنج. يعني ممكن شركة اعادة تأمين تروح لشركة اعادة تأمين تانية، فبالتالي ده بيسموه ايه؟
تفتيت الخطر. في الاخر تلاقي الناس، انت تسمع عن فلان الفلاني ده مات، او شركه يعني دي بقى بينطبق على تامين الحياه والتامينات العامه. يعني تسمع مثلا اوتيل اتحرق او مركبه مش عارف ايه، المبلغ المدفوع مطلوب 200 مليون دولار. مفيش شركه هتقدر تتحمل ده لوحدها. اعرف ان ده متفتت لشركات شركات كتير. كتير. في بعض المبالغ شركات تامين ما تستاهلش تروح تعمل عليها اعاده تامين. دي بيسموها بقى ايه، كل شركه عندها حاجه اسمها حد التحمل، اللي هي تقدر تتحمل لحد قد كام وتعيد وتامن عند شركه تانية بكام، اللي هي مبالغ ممكن تقدر تستوعبها، ما تبقاش بتمثل خطر عليها تمام. ده في صالح المواطن او في صالح الشخص اللي بيستفيد من التامين، ولا مش في صالحه اللي بتعمله شركه تامين؟ صالح. ليه في صالحه؟ علشان الشخص اللي بيعمل تأمين يعني، مم. علشان هو بيدفع قليل وبعدها بياخد مبلغ كبير قوي بعدها. وكمان حاسس بالامان، لان المنظومه كده منظومه علميه، مش واحد قاعد. ولا حصل زي ما جابوا لنا في الافلام زمان، اسماعيل ياسين المدير بتاعه قال له خليك ورا الراجل ده بعد ما نامن عليه، عشان لو حصل له حاجه الشركه هتفلت. مفيش كده حاجه اسمها كده، لان التامين ليه علم. اول حاجه اكتواري، افتكر الموضوع دوت، وان شاء الله تطلع خبير اكتواري بقى، تبقى قد الدنيا يعني ان شاء الله. وفي حاجه اسمها اعاده تامين، وكل الحاجات اللي احنا قلناها. احنا كده زي الفل على فكره، يعني انا بعمل ريفرشمنت لمعلوماتي والدنيا ماشيه. ويعني انا متاكد لحد دلوقتي، انا شايف ان انا ناجح. ولا انت ايه رايك حاجه لا تاني؟ ناجح. انا ناجح اهو، انا ناجح اهو، انت فاهم كل حاجه يعني. طيب، يبقى دلوقتي فهمنا ان مين اللي عايز تامين، ازاي ممكن يحسب ان عايز تامين باي طريقه ما، وازاي شركات التامين بتشتغل ازاي، اللي هي بتوفر. نخش بقى بعد كده، طيب هو التامين كله وفاه وحاجات كده، ولا الشركات التامين ممكن تقدم حاجات تانية؟ شركات التامين، انواع التامين على الحياه، انواع الوثائق اللي بتقدمها كتير. هنخرج منها التامين الطبي اللي انت اديت مثل عنه، اللي هو التامينات الطبيه، ده جزء من بعض شركات التامين بتقدمه. ولكن في انواع بوليس تامين مالهاش علاقه بس بالموت، ليها علاقه بحاجه مهمه جدا، واحنا اتكلمنا عليها حتى يا امير هنا في حلقات البرنامج ده، اللي هي الاستثمار او الادخار. ان انا عايز ابني ثروه، عايز والله اوكي، مش بس لو حصل لي حاجه تدفعه لاسرتي، لا، انا عامل حسابي ان ابني لما يجي يدخل الجامعه يبقى فلوس فيه اشيلها للجامعه وهو لسه صغير دلوقتي. وانا عامل حسابي لما بنتي تيجي تتجوز ان شاء الله احوش لها من دلوقتي عشان ساعه جوازها سعيده. وانا عامل حسابي بقى في حاجه اهم بقى، ما اطلع بقى على المعاش بقى بعد التعب ده كله، انا عايز ابقى بسافر بقى ومرتاح كده بقى، عارف انت البحر والجو ده، فارتاح. فاقول والله شركه تامين تقدر تساعد ده في ايه، غير ان هي لو حصل حاجه للشخص ان هي تحمي اسرته. تقول له طب ايه هدفك، وهدفك ده هتحتاج له فلوس قد ايه، فيقول والله كان عايز لما اوصل على المعاش رقم معين، ايا كان الرقم، انا بدي امثله مثلا 500,000 مليون 2 مليون، وعايز لما ابني يتخرج او بنتي انا عايز المبلغ ده عشان اساعدهم بيه، او لما يجوا يتجوزوا كذا كذا. فيطلع كل اللي عايزه رقم، فيدفع قسط صغير برضه يناسبه حسب المبلغ، لانه هيبقى صغير لو المبلغ اللي عايزه كويس. لو هو كبير قوي هيبقى قسط كبير. ده نسبه وتناسب، يعني ما نقدرش نقول هو صغير او كبير، ده حسب هيناسب الشخص ولا لا. وعلى مدار طبعا كل ما المده تطول وبيخطط من بدري، واحنا قلنا ده في الحلقات بتاعتنا، يقدر شركه تامين تساعده انه ده بحاجه شهريه او حاجه ربع سنويه يحطها لنفسه كمعاش او لولاده، يلاقي دي الفلوس دي بتزيد، ودي بنسميها بناء الثروه. هنا انت بتقول ايه، انا مهمه، وده احنا اتكلمنا فيها كتير، ان بناء الثروه دي محتاجه انك تعمل حاجه مبالغ صغيره بس مع الوقت بتزيد، تخدمك في هدفك بقى في المستقبل. يبقى شركات التامين النوع ده من البواليس بتوفرها هي كمان، اللي هو بيوفر السيفنج او الادخار او الاستثمار، زائد اللي بيوفر ان لو ايه الراجل صاحبنا ده اللي هو متجوز وعنده اسره، اللي هي مبالغ الحمايه. قول لي بقى انت فهمت ايه من انواع الوثائق التامين التانية اللي بتقدمها شركه تامين؟ ماشي ما يعني. تفشلنيش. ماشي. ماشي. هو مثلا عايز بيدفع فلوس لشركة التأمين عشان لو مثلا حد من ولاده هيتجوز أو عايز يطلع على المعاش ويكون معاه فلوس يعمل بيها حاجات في المعاش، فبيدفع لها مبلغ، بيدفع للشركة مبلغ، والمبلغ ده كل فترة يعني بيزيد، فلما يجي وقت الإيفنت اللي هو عايز محوش له يعني يلاقي فلوسه زادت وعارف يعمل اللي هو عايزه. انا نجحت انا نجحت، انا عايز اسقف والناس كلها اللي حواليا عايزه تسقف بصراحه. يبقى انا اقدر المبلغ اللي انا عايزه اكس بعد 15 سنه
انا هتقول لي شركه تامين عشان تاخد المبلغ ده تقريبا انت تقدر تدفع كل شهر مبلغ معين عشان توصل للرقم ده، وبالتالي الرقم اللي باخده بيبقى اكبر بكتير من اللي انا دفعته، بس هو زاد عشان انا المده طويله، فالمبالغ قاعده تستثمر وتعاد تستثمرها بيسموه التاثير التراكمي ده. كده الدنيا ماشيه زي الفل، وانا حاسس بصراحه انت يعني رجعت لي ثقتي بنفسي يعني. طب بص بقى يا امير، احنا بنناقش مفاهيم والموضوع طويل قوي، بس احنا بنناقش البيزك. في بقى حاجه مهمه قوي لازم تعرفها في التامين، ان في ناس كتير ما تعرفهاش تستغرب منها. هو اي حد عايز اي رقم ومعاه فلوس يروح يشترك شركه تامين هتوافق؟ يعني لو انا جيت عديت السلام عليكم شركه تامين، انا عايز اعمل بوليس التامين في حاله الوفاه او العجز او ايا كان ب 100 مليون جنيه او ب 100 مليون دولار او بمليار جنيه، هل اي حد عايز اي رقم وهيدفع القسط ينفع شركه تامين؟ ايه رايك انت، ينفع شركه تامين تقول له هات الفلوس وخلاص؟ يعني لو هيدفع مبلغ كبير قوي بالنسبة للمبلغ الكبير قوي اللي عايزه عادي. الاجابه لا. انت بتحدد شركه التامين توافق تديك المبلغ اللي يناسبك، والمبلغ اللي يناسبك ده له علاقه انت بتاخد فلوس قد ايه. افتكر كويس، مش احنا قلنا ان في ناس معترضه او بتقول ان اسمه غلط، مفيش حاجه اسمها تامين على الحياه ولكنه اسم تامين لما بعد الوفاه او التامين على انقطاع الدخل؟ يبقى انا بامن في الاصل على دخل واحد هيتقطع، مظبوط؟ طب هو ينفع اكون انا باخد في الشهر 20,000 جنيه او 10,000 جنيه، يعني في السنه 120,000 جنيه، اروح أأمن ب50 مليون جنيه؟ ده ملوش، ده انا عيلتي تتغني صح؟ يبقى انا لو وجودي بقى ريسك اصلا بالنسبه لهم، ما يعني لو انا بقيتش موجود بقى احسن. عارف انت ازاي؟ اذا دايما التأمين هدفه انك تحافظ على الاصل، واذا هدفك تحافظ على الاصل انا هكلك على الامور وابسطها تاني يا امير، ماشي؟ يعني يا امير، الراجل او اي حد لما بيجي يشتري او يبقى عايز وثيقه تأمين يحصل عليها، الاشتراك بتاعه السنوي لابد يتناسب مع دخله. يبقى انت كده، لان احنا الخلاصه اللي شركه التامين بتامن عليه ان ده يبقى مثلا، يبقى زي ما قلنا لو انا بقى هاخد بقى ملايين، اللي هي تقريبا انا باخد 100,000 جنيه في السنه، ولو حصل لي حاجه اهلي ياخدوا 50 مليون، يبقى كده كلام ايه ده؟ مالوش علاقه بالتامين. اذا التامين الاصل الناس ما تتغنيش بيه في اي حاجه. تلاحظ حتى لما يجي تامين عربيه، العربيه حصل لها حاجه يقول لك دايما ايه؟ معظم البوالص يشترك ب 20% من لو هي توتال لوس او الحاجه دي، او معظم الحاجات حسب نوع الوثيقه. يبقى انت دايما عندك الاصل انك ما تصرفش التامين احسن. عارف انت النظريه دي؟ بس لو حصل هو عمل لك ايه؟ قلل لك الخطر، خلى الدنيا ماشيه. انما ما ينفعش ايه؟ ان انا اروح انا كله. لا كده العيله تتغني وانا مش موجود، يبقى ده علاقه بدخلك. فانا لو دخلي معين في حسبه معينه، شركه التامين يقول لك اقصى حاجه تاخدها قد ايه. وده عكس ناس كتير قوي ساعات ما تبقاش فاهمه القصه دي، وفاكره ان نعمل بوليس تامين برضو دي مشكله في الافلام، ان هما الناس تعمل بوليس تامين عشان يبقوا اغنياء. مش كده. اللي هو في الاصل ليه علاقه باللي انت الفلوس اللي بتاخدها او الاسره اللي بتاخدها قد ايه. قول بس لي انا بقى لو مثلا دخلي كتير قوي اقدر اخد ما مبلغ هو كتير ليه قوي يعني. سبب دخلك. انت لو في ناس بتأمن مع 300 مليون جنيه ربما، حسب، فينا اكتر، وفي ناس ما ينفعش تأمن باكتر من مليون، في ناس ما ينفعش اكتر من 500,000. طب دي ليه علاقة بايه؟ ما هو ممكن دخل. يقول لي انت ليك ايه؟ انا معايا الفلوس ادفع لك القسط، طب مالك انت؟ لا، ده في بعض الناس بنقول له اثبت ان عندك الفلوس دي. في بعض الشركات التأمين تيجي تقول لك والله انا عايزه ميزانيات واخر 3 سنين حساب بنكي او الحاجات دي كلها تثبت ان انت تستحق مبلغ التأمين ده. اذا هو مش اي حد عايز اي رقم بياخده الا اذا كان له علاقه بايه؟ بدخل. قول لي بقى يا ريس، اشرح لي بقى، ماشي. اشرح لي الموضوع ده. التأمين ما تقدرش تاخد مبلغ كبير قوي. مم. انت بتاخد المبلغ بتاع التأمين على حسب الدخل اللي انت بتاخده. يعني انت بتاخد دخل قليل تأمينك مش هيبقى قد كده. لو دخل كبير قوي تأمينك هيبقى مبلغ كبير قوي. لو دخلك وسط هيبقى التأمين وسط. برافو عليك، برافو ما عليك. تقدرش تدفع مثلا حاجة صغيرة وتدفع تاخد حاجة كبيرة قوي. ما ينفعش تكون بتاخد حاجه صغيره وتقدم على حاجه كبيره قوي، لان هو ده يناسب. لا، انت بتأمن على الدخل اللي انت تقريبا كنت بتاخله عشان الناس تكمل المشوار، مش عشان تتغني
بعد ما انت هيحصل لك حاجه. تمام كده يا ريس؟ تمام. انا نجحت؟ نجحت. قولوا ربنا. ربنا. طيب يعني انا اعتقد ان احنا النهارده كان الغرض من الحلقه كله ان احنا بشكل مختلف الحاجات اللي احنا في ناس كتير ما تعرفهاش نحاول نبسطها مع بعض. واللي احنا اتكلمنا طبعا في جزء تامين الحالي ده موضوع اكبر من كده بكتير، نقدر نتكلم في حاجات كتيره، بس احنا اتكلمنا في مفاهيم اساسيه. انا هقول لك على حاجه يا امير بعترف لك بيها، في ناس كتير بتاخد وقت طويل عشان تفهم المفاهيم البسيطه دي، واحنا بنحاول دايما نتمرن ان احنا مشكلتنا ودورنا في القطاعات كلها الماليه ان احنا عايزين نبسط اكتر للشباب وللناس كلها الدنيا ازاي ماشيه، ما تبقاش بس انا محتاج عشان افهم ده اروح ادرس والموضوع يبقى معقد والدنيا صعبه. ما تجاملنيش بقى، انت النهارده الدنيا كانت سهله شويه يعني، لا بقت بجد، عندك لا بجد خلفيه سهل. احسن عن التامين على الحياه قبل ما يعني تقدر تشرح للناس الدنيا شغاله ازاي. اشرح تقدر كل حاجه دلوقتي بقى. لا تشرح لاصحابك وللناس لما يجوا اه. يسالوك يفهموا القصه ماشيه ازاي. مم. انا بشكرك يا امير، وان شاء الله هيبقى في حلقات تانية برضو للتبسيط، فانت هتبقى صديقي كده دايما. وانا عارف ان الموضوع ما كانش سهل، بس انت ما جاملتنيش وقلت لي ان الدنيا بسيطه، واثبتنا ده ان انت كنت بتشرح بعد ما انا اخلص. وحابب تقول اي حاجه قبل ما اخلص الحلقه؟ شكرا. العفو، احنا اللي بنشكرك جدا جدا جدا، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من محسوبه صح مع خالد يونس. السلام عليكم.